الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على رسوله المجتبى وعلى آله وصحابته أهل الدرجات العلى. وبعد، ومع سورة جليلة ذو فضائل عظيمة ألا وهي سورة الكهف. هذه السورة التي من فضائلها أنها تنزلت السكينة لقراءتها، فقد جاء في مسند الطيالسي عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه يقول: بينما رجل يقرأ سورة الكهف ليلة من الليالي إذ رأى دابة تركض، قال: أو فرسه يركض، فنظر فإذا مثل الضبابة، أو قال مثل الغمامة، قال: فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تلك السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت على القرآن. فبقراءة هذه السورة العظيمة تنزلت السكينة، فهي سورة تنزلت من أجلها السكينة، فمن فضائلها أنها تنزلت السكينة بسببها. إن هذه السورة من فضائلها أنها من قرأها يوم الجمعة كان له نور يوم القيامة، ويغفر له ما بين الجمعتين. جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. وذكر ذلك الأثر ابن كثير وجعله موقوفا عن ابن عمر. وجاء في سنن النساء الكبرى عن أبي الدرداء أنه قال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 10 آيات من الكهف عصم من فتنة الدجال. وهذه الفضيلة الثالثة، أن سورة الكهف من حفظها وقرأها عصم من فتنة الدجال التي هي أعظم الفتن، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن فتنة الدجال ما من فتنة أعظم من فتنة الدجال. قال عليه الصلاة والسلام: وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال. فهذه السورة من حفظها عصم من هذه الفتنة العظيمة. من قرأ 10 آيات من الكهف عصم من فتنة الدجال. هذه السورة من قرأها فإنه يكون له نور من قدمه إلى رأسه إلى عنان السماء، يؤتى نورا من الله جل وعلا. فقد جاء عن سهل ابن معاذ عن أبيه وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه إلى رأسه، ومن قرأها كلها كانت له نور من الأرض إلى السماء، أو كانت له نورا من الأرض إلى السماء. هكذا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن قراءة هذه السورة نورا للعبد يوم القيامة، وكذلك في الدنيا يغفر له ما بين الجمعتين، قراءتها عصمة من الدجال. فضائل عظيمة في هذه السورة الجليلة. فأسأل المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لحفظها والعمل بها، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام.